دموع نيرة تؤثر في المتابعين ودعوات لوالدتها بالرحمة. أبو زياد يرد بعد مقلب العيلة في يوسف، ودموع نيرة تقطع قلوب المتابعين. كشف حقيقة المقلب اللي عملوه في يوسف النهارده يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم وعاملين ايه؟ طبعا في اول الفيديو نقول ان احنا كلنا زعلنا على دموع نيرة بالاخص، مش دموع يوسف لوحده، لان نيرة طبعا كل المتابعين متفاعلين معاها، خصوصا ان هي شبه مامتها قوي، وكمان كان باين من عينيها حتى هي مش شبه باباها، باين ان هي شبه مامتها. وكمان يوسف النهارده عملوا بقى في مقلب محمد ويحيى، بس بصراحة انا شايفة من وجهة نظر ان المقلب واضح قوي، لان برضه هم بيحبوا العيال وما يقدروش يعملوا المقلب ده، لان ممكن عيل من الخضة يتعب او يحصل له حاجة، فهو واضح قوي اصلا انهم متفقين عليه. بس نرجع نقول ان يوسف برضه حبكها شوية ويعيط، بس اللي قطع قلوبنا بجد هي دموع نيرة يعني حنينة قوي، ونيرة تحس ان هي ست كبيرة مش بنت صغيرة خالص، مش في تالتة اعدادي. طبعا اي حد مكانها شال الهم، وهي صغيرة برضه ومامتها توفت غصب عنها. بس الحاجة سعدية والحاج جابر ربنا يحفظهم لهم، والله قايمين بالدور يا جماعة زي ما احنا شايفين، والحمد لله ما شاء الله نيرة جدعة وكتر خيرهم، كمان ربنا يحفظه لهم، وكمان محمد ويوسف وحمد وحسن ويحيى وكمان حمدي يعني ومحمود، بسم الله ما شاء الله خلانهم حنينين وكويسين جدا. محمود بقى عمل حفلة جميلة قوي للمولود بتاعة العقيقة، وعمل يعني عزومة محترمة، ادي العزومة اللي محترمة اللي على حق. ألف هنا، ومحمود حنين وكويس. محمود سعى كتير إن الموضوع يتحل مع أبو زياد، ولكن للأسف يعني أنا مش عارفة، مش هين على ولاده ومش هين عليه إن هو ما يشوفهمش، بس إحنا هنقول إيه، في ناس كده قلوبها ربنا يهدي لهم قلوبهم ويهدي لهم نفسهم ويصبر العيال، ويعرفوا إن الواحد ده يعني الواحد ملوش إلا في الآخر برضو إلا عياله، وإن هو السنين هتجري وولاده هيتجوزوا ويكبروا، فيعني ربنا يهدي الحال، ربنا يهدي الحال.